سلام البنات، واش حوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير. واش راكم؟ اليوم جبت لكم وصفه زي خلاف خلاص. انا ديما نبغي وصفات الجلب، وصفات المحبه، ما نبغيش وصفات الربط. انا في هذا الفيديو بغيت نعطيكم وصفه ديروها غير للناس اللي تستاهلها. هذه وصفه تربطي بها الراجل على امراه معينه، مثلا العشيقه ديالو او صاحبته. بصح اختي ما ديريهاش مثلا الخوك باه تربطيه على الزوجه ديالو، ما ديريهاش مثلا بويك باه تربطيه على الزوجه الثانيه ديالو اللي هي ماشي امك طبعا، ولا ديريها بويك مع ضرة امك. لا اختي، ديريها غير اللي يستاهل. اصلا اللي يخدم هذا النوع من الوصفات يولي وصفات المحبه ما يصدقولوش. وديما انا وصفات الكره والربط هذه راني انا ما نخليهاش في البيت ديالي، ديما خبوهم. الى طبعا ما لقيتيش وين راح لازم تخبيها في البيت ديالك. اذا عندك وين تخبيها، هما الناس هذا النوع من الوصفات هذو يطيشون في البيت المهجور، يطيشون في البير المهجور، يعني اللي ما فيهش الماء ناشف. صح اذا ما لقيتيش خلاص خبيها في البيت ديالك، يعني ما لقيتيش وين تخبيهم. هذا عمل كما قلت لكم ربط رجل على امراه معينه، ديرها المراه اللي تحتمت للزوج ديالها، تربطوا على العشيقه ديالو، تربطوا مثلا على حبيبته ولا صديقته، ولا يرها عليها البراء، يعني صديقته عشيقته اللي يزني معها. هذه الوصفه باذن الله ما تخليهش كاع يقرب ليها ولا يمسها. انا مانيش من النوع هذاك اللي يمنع الشخص عن فعل امر معين، يعني عمل مثلا نربطه على الزنا او حاجه، هي ذنوب في الاخير. الدنيا راها فايته وكل شيء رانا كما نقولوا مروحين للقبر، يعني راح تبقى غير ذيك الذنوب اللي دارها. فانا ماذا بيا يدير ذنوب يروح بهم للقبر؟ واش راح لي؟ يعني انا بنت لي هذا احسن عقاب ليه، خير من ان نمنعه من ارتكاب ذنب، خليه يتحاسب عليه اصلا ويدي عليه ذنوب يروح بهم للقبر. كل واحد والتفكير ديالو. لكن اللي تحتمتي، الى حابه وتحتمتي وحابه تربطي زوجك ديالك على العشيقه تاعو، فخدمي هذه الوصفه السهله. في هذه الوصفه نحتاج الى سلك نحاس اصفر، ومهم ما يكونش مش شرط لازم يكون خشين، مهم يقدر يتلوى كيما هكا ويتربط، لانه حنديروا فيه عقد. سلك نحاسي هذا تاع التريسيدي تاع كهرباء، هذا نحيلو هكا النيلو تاعو هكا بسهوله. هذا السلك النحاسي تلقاهم عند اللي يبيعوا ليه الكنكاري، اللي يبيع اللوازم هذو تاع الكهرباء ولا هذيك، تلقاي عنده هذا جاي خيط تاع تريسيدي. تشري نص متر تكفيك، يعني نص متر تكفيك. نحتاج الى كيس بلاستيكي اسود، انا ما لقيتش، المهم كيس بلاستيكي كيما هكا لكن يكون اسود، ما يكونش مقطعه. كيس بلاستيكي اسود تماما هكا، فاه الناس اللي مش عارفه شو معنى كيس بلاستيكي تفهمني. هذا كيس بلاستيكي جاي اصفر واسود، انا نحوس لكيس بلاستيكي اسود تماما. واش حنديروا؟ انا راني حاكمه الكاميرا غير بيد وحده، انتم المهم راني نشرح لكم وفهموا عليا. واش حديري؟ سلك النحاس هذا راح نعقدوا فيه 7 عقدات. العمل يكون في الليل، في النهار، في اي وقت. الناس اللي تفهم الساعات النحسه فتخدم في ساعه نحسه من يوم نحس، مثلا الاربعاء مثلا، ولا ما تعرفيش خلاص ديري في اي يوم في اي وقت ترتاحي ليه. انا ديما الاعمال ديما نقول لكم نخدموهم في الليل. المهم السلك النحاسي هذا تاعك تكوني على طهاره طبعا، تعقدي فيه 7 عقد. كيف راح تعقدي؟ عادي هكا العقده انا نعرفوها، شفتها هكا، اسمحوا لي انا عقدت عقده، هي تقدري تزيدي تزيري فيها احسن. انا شوي هذا جاني خشين شويه، نتوما ديروا سلك نحاسي يكون رقق شويه، يعني رقيق، ما تخليوش خشين باه تقدروا تعقدوه. والسلك ما يكونش بهذا الطول القصير، طبعا يكون طويل. مثلا نقولوا عقدنا العقده الاولى، راكم فاهمين العقده كيفاه. المهم واش حديري؟ تقراي على كل عقده 7 مرات هذه العزيمه. هما كما قلت لكم 7 عقد، يعني المجموع تاع العزيمه اللي راح نقراوه 49 مره احنا نقراو في العزيمه. وكل ما تكملي عقده، مثلا نقولوا هانا عقدنا هذه العقده الاولى، تقراي على هذه العقده العزيمه كيما ديك العقده كيما هكا، تقربيها الفم ديالك وتقراي العزيمه 7 مرات، وتنفثي على العقده نفثه واحده. بعد تعاودي تعقدي العقده الثانيه تحت العقده الاولى،
وتعاودي تقراي على العقدة الثانية نفس ما قرأتيه على العقدة الأولى 7 مرات. تحكمي العقدة الثانية هكا، نقولوا هذه هي البلاصة العقدة الثانية، تحكمي هكا، تقربيها الفم ديالك، تقراي عليها العزيمة 7 مرات وتنفثي عليها مرة واحدة. تعاودي نفس الشيء بالنسبة للعقدة الثالثة، ديري عقدة ثالثة أخرى تقراي عليها الشيء اللي قريناه على العقدة الأولى والعقدة الثانية 7 مرات وتنفثي عليها مرة واحدة، وهكذا إلى تمام 7 عقد. كل عقدة كما قلت لكم تقراي عليها العزيمة 7 مرات وتنفثي عليها مرة واحدة كل عقدة، يعني المجموع حيطلع أنك تقراي العزيمة 49 مرة وتنفثي 7 نفثات. إذا ما هي هذه العزيمة؟ أنا أخليها لكم في صندوق الوصف. إذا العزيمة هي تقولي تحكمي كل عقدة بهذه الطريقة، تقربي الفم ديالك وتقولي عقدتك يا فلان ولد فلانة على فلانة بنت فلانة. طبعا نسيت نقول لكم باللي هذه المرأة هذه اللي حابة تعقديها أو تربطيها على الزوج ديالك لازم تكوني تعرفي اسمها واسم امها. ما تعرفيش الاسم تاع امها قولي حواء عادي، تقبل يعني تنجح في الوصفة بإذن الله. إذا كما قلت لكم عقدتك يا فلان ولد فلانة على فلانة بنت فلانة بما عقد الله به الريح العقيم، وبما عقد الله به البغلة لا تلد، والرخيم لا يتكلم، والبحر لا يفيض، وعقدتك يد مليخ مليخ، وعقدتك عقدة يهودية نصرانية مجوسية لا يحلها لا إنسي ولا إنسية ولا جني ولا جنية، ولا تتحل إلا بيدي أنا وبيد الله القوي العزيز. هذه هي الوصفة لتقرايها، أو هذه هي العزيمة لتقرايها على كل عقدة 7 مرات. راني نخليها لكم في صندوق الوصف. بعدها وش راح ديري؟ كما فهمتكم العزيمة 7 مرات على كل عقدة. من تخلصي قراءتها 7 مرات تنفثي على العقدة، زيدي العقدة الثانية تقرأ عليها هذه العزيمة 7 مرات، وبعد تنفثي على العقدة، بعد تعاودي تعقدي عقدة ثالثة، تعاودي تقرأي عليها العزيمة 7 مرات وتعاودي تنفثي عليها، وهكذا إلى تكملي 7 عقد. كما قلت لكم السلك يكون أطول من هكا، ما يكونش قصير، نص متر تكفيك. بعدها واش راح ديري؟ تلوحي هذا العمل اللي عملناه في كيس بلاستيكي أسود. أنا لقيت هذا قدامي وراه مقطع أصلا، يعني نتوما تجيبوا كيس بلاستيكي ما يكونش مقطع طبعا، جديد نظيف، تلوحي فيه العمل هذا، تلوحي فيها و يعني تخبيه فيها وتربطي وتخبيه. إذا ما لقيتيش وين تخبيه خلاص خبيه في البيت ديالك. لكن إذا عندك وين تخبيه، عندك مهجور في المدينة نتاعكم، عندكم بيت مهجور في المدينة نتاعكم، فكلما كانت الأعمال هذه بعيد عن البيت تاعك كانت أحسن. أنا ما سبورتيش أنه نخلي أعمال كره والربط في المنزل نتاعك. أصلا لو بغيتي تفسخي ديري البولدون ولا ديري أي عمل تاع تفسخه فالعمل سيفسخ أكيد. هذه هي الوصفة، ديروها غير في الحلال، ديريها غير لا تحتمت عليك وبغيتي تفرقي الزوج ديالك على الحبيبة تاعو أو العشيقة نتاعو. فما ديريهاش لخوك باه تربطيه على الزوجة ديالو، ما ديريهاش مثلا بن عمك ولا الشخص مثلا بغيتي ديريها سكارة فيه ديريها له الزوجة ديالو باه تربطيه على الزوجة ديالو، هذا كل حرام. ديريها غير لا احتجتيها فعلا فعلا فعلا. هذه هي الوصفة. كما قلت لكم العمل في الاخر خبيه، لما لقيتيش خلاص كما قلت لكم خبيه في البيت. العزيمة خليها لكم في صندوق الوصف. وهذا مكان تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ساعة الخير، الى اللقاء.